تتدمر يا ماهركو. ايه بتاكد ان شونك ما يرحمك الا ب6 اقوال فوق. اضمن لي اول بمجموعه الف، بضمن لك الاول بمجموعه باء باذن الله، وانا وياك على السيمي فاينل. هذا شيء صعب شوي لا ولا صعب انا الاول صعب شوي. في هذا الفيديو راح احكي عن بطولة كينجز ليج وايش هاي البطولة بالضبط، وراح احكي عن اعلى جائزة صارت في البطولة وعن الفضيحة اللي صارت حوالين هاي الجائزة واللي كل الاخبار بهذاك الوقت تكلمت عنها، وبعدها راح اتكلم عن المواجهات بين ماهركو وشونج وتربحة وعبسي، كونها هاي اكثر مواجهات الناس تستناها. بس قبل ما نبدا الفيديو عزيزي المشاهد، بالفيديو الماضي قدرنا نجيب اكثر من 500 لايك على الفيديو، فاذا ممكن تعمل لنا لايك على هذا الفيديو وتشترك بقناتي لانه هذا الاشي بيساعدني كثير بصراحة، وشكرا لكل شخص بيحاول يدعمني. وخلونا نبلش بالفيديو. بتاريخ 1/1/2023 وتحديدا في اسبانيا انطلقت اول بطولة رسمية للكينجز ليج، وكانت البداية ممتعة جدا خصوصا لانها جمعت بين لاعبين محترفين سابقين وصناع محتوى مشهورين. بس ايش هو دوري كينجز ليج او بمسماه الثاني دوري صناع الملوك؟ هو دوري جديد أسسه اللاعب جيرارد بيكيه، اللاعب الإسباني المعروف اللي كان ببرشلونة. دوري كينجز ليج مختلف عن أي دوري عادي، وفكرته مبتكرة وغريبة شوي. مباراة بيكون فيها 7 لاعبين ضد 7 لاعبين، والمباراة قصيرة وسريعة. والهدف من الكينجز ليج إنه يدمج بين كرة القدم والمتعة الرقمية، بحيث الناس تتابع وما يشوفوا بس الكرة العادية، بل كمان عشان يشوفوا قوانين جديدة وغريبة. وما حدا بيقدر ينكر إنه أجواءها مميزة جدا. وزي ما شفنا في البطولة اللي دخلها شونج، المباريات مدتها 40 دقيقة على عكس المباريات الطبيعية اللي بتكون 90 دقيقة، والقوانين فيها ابتكارات غريبة غير اللي احنا بنعرفها عن كرة القدم. من هاي الابتكارات البطاقة الذهبية يلي ممكن تعطي ركلة جزاء أو مضاعفة الهدف، أو حتى إنك تمنع لاعب من اللعب لفترة مؤقتة. كل هاي الأشياء خلت البطولة ممتعة جدا للجمهور الرقمي والشباب. بس مع نجاح البطولة والشهرة الكبيرة اللي صارت عليها، صار في جوائز ضخمة، وأغلى جائزة أعلنوا عنها كانت مليون يورو، وكانت مخصصة للفريق الفائز في بعض البطولات الكبيرة مثل كأس العالم للفرق أو حتى كأس العالم للمنتخبات. مليون يورو بصراحة رقم خرافي والكل انبهر منه. بس هون صارت المشكلة والفضيحة اللي قلبت اللعبة. اللاعب ديفيد سوريانو من فريق بورسينوس اف سي في تاريخ 18/12/2024 نشر تغريدة على منصة اكس وتكلم فيها بكلام صادم: وزع المليون على لاعبي الدوري لأننا بناخذ 400 يورو فقط. التغريدة هاي كانت كفيلة بأنها تشعل السوشيال ميديا وانتشرت بسرعة كبيرة، وصارت الناس تتكلم عن التناقض اللي قاعد بصير بين الجوائز الضخمة اللي بيعلنوا عنها وبين الرواتب الفعلية للاعبين. وبعض اللاعبين كانوا مضطرين انهم يدفعوا مصاريف نقل وتدريبهم من جيبهم الشخصية، وبعضهم شعر انهم مجرد جزء من عرض ترفيهي مش موظفين بياخذوا دخل حقيقي. وبجانب ديفيد سوريانو بعض اللاعبين الآخرين كمان عبروا عن استيائهم من الوضع المالي، وهذا الاشي خلق جدل كبير على وسائل التواصل وأثار انتقادات على البطولة وعن عدالة التعامل مع اللاعبين. وحتى في مواقع نشرت تغريدة ديفيد سوريانو وتكلمت عن موضوعه. ولكن بصراحة غير الجدل المالي، البطولة نفسها لا زال فيها لحظات ممتعة وغريبة. الفرق فيها أحيانا بتكون مليانة مشاهير أو يوتيوبرز، وهذا الاشي زاد من اهتمام الناس لأنه غير شكل المتابعة التقليدية لكرة القدم. الخلاصة كينجز ليج أعطتنا بطولة جديدة وممتعة، وفكرتها مبتكرة وغير تقليدية، لكنها كمان أظهرت جانب سلبي من ناحية التعامل المالي مع اللاعبين. الجمهور صار يلاحظ أن البطولات والجوائز الضخمة ممكن تخفي واقع مختلف وراء الكواليس. ومن الأسباب اللي خلت البطولة توصل للعرب هو شونج بسبب البث المباشر اللي عمله على منصة كيك، والبث جاب وقتها 400 ألف مشاهدة، وهذا رقم ضخم جدا مقارنة بباقي الستريمر الموجودين بالبطولة. الرقم هذا خلى جيرارد بيكيه مؤسس البطولة نفسه ينتبه للجمهور العربي ويشوف انه في تفاعل رهيب واهتمام كبير من المتابعين العرب، ومن وقتها قرر يوسع نشاط البطولة بالمنطقة العربية ويعطيهم مساحة أكبر بالمواسم القادمة. وفعلا بتاريخ 17/10/2025 بدأت القرعة لبطولة كينجز ليج بمشاركة يوتيوبر وستريمر عرب، وفعلا ولعت بينهم من البداية والكل كان بهايت على الثاني. وبدأت القرعة وكانت النتائج الأولية كالتالي: دربحة طلع في المجموعة A والمصري تربون
انحط في المجموعة بي، وبعدها صارت المفاجأة اللي ما حدا توقعها، أعطوا الاختيار لدربحة وتربون عشان يختاروا الباقيين في مجموعاتهم. الكل توقع إنه دربحة ممكن يختار شونغ لمجموعته، بس على عكس توقعاتهم دربحة قال شونغ زميلي وما نحتاج ننافس بعض، وراح واختار فواز اللي هو عضو من كلان تيو. أما تربون بعدها اختار الياس بمجموعته، وخلصت القرعة بالشكل التالي: المجموعة A فيها فواز وعبسي وأبو فلة ودربحة، والمجموعة B فيها تربون وإلياس المالكي وماهركو وشونغ. رح يلعبوا ضد بعض، والمركز الأول بيتأهل مباشرة للنصف النهائي، والمركز الثاني والثالث بروحوا لربع النهائي. كمان أعلنوا عن بطاقة سرية رح تكون للمركز الأول والثاني، وبعدها صارت القرعة الثانية اللي الكل بستناها عشان يشوفوا مين رح يلعب ضد مين. ولما طلع الاختيار عند دربحة اختار إنه يواجه عبسي لأنه منافسه اللدود في ريسبكت. بعدين طلع الاختيار عند شونغ، وهون كانت الصدمة للجميع بصراحة، لأنه الكل توقع إنه شونغ يختار إلياس المالكي، بس على عكس توقعاتنا شونغ اختار ماهركو. وهون تفجرت السوشيال ميديا تصاميم على التيك توك وتغريدات على منصة اكس، لأنه الناس كانت عارفة عن المشاكل السابقة اللي صارت بين ماهركو وشونغ بسبب المشاهدات الوهمية على كيك. الياس حبيبي أنت صديق، هل تبغى من المباراة الأولى ومن اليوم الأول أكسر معنوياتك وأحطم آمالك وأزعلك وأهبطك نفسيا للمباراة الثانية، ولا أرحمك؟ لا ترحمني، العب معي المباراة الأولى. اوه والله مو خايف. طيب قبل الياس انت شو تشوف؟ انت شو تشوف؟ ها؟ انت شو تشوف يعني؟ عبيط؟ كيف شو اشوفك؟ شوفني عبيط؟ انا عندي احلى فريق اللي راح يجيب اللقب. الله الله. طيب اسمع، اختياري للمباراة الأولى هو ماهركو. اوه حياك SXB ضد ماهركو. حياك، انا طالبها اصلا، انا بدي اياها. ماهر يعني صار لي انا النهار هون كله قاعد بالاستوديو عم اسمعك تغني. شو عم تغني هلا لسونغ؟ شو عم بتغني له؟ هالمرة لا، بدنا نحكي له بيت شعر: أجاك الموت يا ساتر. وصارت هاي اللعبة عبارة عن تصفية حسابات بينهم، والمباريات رح تبدأ يوم 24/10، وكل الناس متحمسة جدا عشان تشوف المواجهات بينهم. بصراحة في شغلة بدي أحكيها وأعتقد أنه الناس مأيدتني عليها: من بين كل المشاركين بالبطولة ما في ولا شخص حسسني أنه داخل فعليا عشان يفوز بالبطولة غير شونغ، وهذا بصراحة غلط، لأنه المفروض المشاركين يكونوا أكثر جدية بكلامهم وتحضيرهم. يعني تخيلوا المباريات رح تبدأ يوم الجمعة القادم، وأبو فلة فريقه لهسه مش جاهز، والوحيد اللي واضح أنه مرتب أموره وفريقه قوي هو شونغ. لكن وللأسف رغم أنه فريقه قوي أنا بصراحة بتوقع خسارته. بس برضو ما بدنا نتسرع بالحكم، الأيام الجاية واضح أنها راح تكون نار بينهم، وهذا بصراحة إشي إحنا افتقدناه هاي الفترة. فلهون عزيزي المشاهد بكون وصلنا لنهاية الفيديو. اكتبوا لنا رأيكم بالكومنتات، مين بتتوقع يفوز بالبطولة؟